أعزائي المشاهدين في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا مرحبا بكم النهارده في حدث تاريخي اليوم ايفنت من مهرجان الإبداع السنوي وتكريم أفضل 100 شخصية وطنية عربية على مستوى الوطن العربي. استنونا من قاعة مارفيلا من فندق ريجستري بيراميدز مع أحلى النجوم وأحلى اللقاءات معكم ياسر أبو شقرة. ولسه مكملين اعزائي المشاهدين من داخل مهرجان الابداع السنوي من افضل تكريم 100 شخصيه عربيه وطنيه، وسعدنا وشرفنا ان نلتقي اليوم بالفنانه ميك اب ارتست خديجه صادق من دوله المغرب الشقيقه. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك وتشرفت بيك. احنا اللي شرفنا بيك النهارده من داخل المهرجان يا فندم، واحكي لنا بقى على الاجواء واللي لفت انتباهك تنظيم الحفل وكل الحاجات دي، خصوصا طبعا المهرجان من طبعا الاستاذ احمد يسري. احكي لنا عن اللي حصل النهارده. هو اول حاجه انا مبسوطه جدا بحضوري في المهرجان، واول حاجه لاحظتها طبعا ودي اهم حاجه بالنسبه لي انه المهرجان منظم جدا. تمام. والدخول بشروط، يعني الدنيا متنظمه جدا وده اهم حاجه. يعني كشكل عام كل المهرجان يعني شكله حلو. انا سمعنا النهارده كان في مشاركات جميله جدا من الفنانين والفنانات داخل المهرجان. حضر اليوم حتى الدكتوره منى عبد الغني النهارده في المهرجان، وبعض المشاركين من مختلف المجالات، من الطب ومن الهندسه ومن الفن ومن الموسيقى. صحيح الكلام دوت؟ هو انا ما عنديش درايه بالشخصيات اللي موجوده، بس انا برضو سمعت زيك. صح. بس انا لسه واصله من شويه. طيب احنا سعداء جدا النهارده ان شاء الله نلتقي بيكي المهرجان الجاي ان شاء الله تكوني عندنا في مصر، نلتقي بيكي تاني، تكوني متالقه دايما وبالتوفيق ويا رب مزيد من النجاح ان شاء الله. شكرا ليك يا استاذه خديجه. ميرسي. شكرا.